السلام عليكم. ده ملخص سريع لأهم أخبار مصر النهاردة. خلي بالك عشان في أخبار مهمة جدا حصلت خلال الساعات اللي فاتت. 1. المتحف المصري الكبير يكسر الأرقام. هيئة المتحف أعلنت نفاذ التذاكر بالكامل بسبب الإقبال التاريخي من الزوار، وتم إيقاف بيع التذاكر لباقي اليوم بعد الوصول للساعة القصوى. والهيئة أكدت إن الحجوزات المسبقة كلها سارية، والدخول هيكون في مواعيده المحددة. 2. موجة تقلبات جوية في المحافظات. هيئة الأرصاد بتحذر من رياح وأمطار خفيفة في بعض المناطق الساحلية، وتم التنبيه على المواطنين لتجنب الطرق السريعة وقت الأمطار للسلامة. 3. ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية. شهد السوق زيادة طفيفة في أسعار الدواجن والبيض مع استقرار سعر الأرز. مصادر في وزارة التموين أكدت إن المخزون آمن وما فيش أزمة. 4. حادثة شبرا الخيمة تشعل السوشيال. وقعت وفاة أسرة كاملة بسبب شاحن موبايل تسببت في حالة حزن كبيرة، وانتشرت تحذيرات واسعة على منصات التواصل بخصوص مخاطر الشواحن المضروبة والاستخدام الخاطئ. 5. تحديث جديد في المدارس. وزارة التعليم أعلنت إن بعض المدارس هتبدأ تطبيق منصة إلكترونية جديدة للغياب والتواصل بين المدرسة وولي الأمر بشكل رسمي بداية الأسبوع الجاي. 6. الرياضة. الأهلي والزمالك يستعدان. الأهلي أنهى تدريباته النهائية لمباراة الدوري بكامل الجاهزية، والزمالك يعلن عودة لاعبين مهمين بعد الإصابة. وفي النهاية، لو حابب تعرف أخبار أكتر بالتفصيل سيب كومنت وهنعمل حلقة أطول. لو الفيديو فادك ادعمنا بلايك وشير عشان يوصل لغيرك.